السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. لو عايزين سينابون طري بيدوب في البق، طعمه حكاية، العجينة كده هشة وناعمة وعاملة زي حتة الجاتو. التوبنج ده بقى بتاعكم انتوا، وهقول لكم كده في حاجات سريعة يمكن مش هنعملها في الفيديو ده، بس عملناها في فيديوهات قبل كده. تعالوا نقول المقادير اللي هتطلع معانا عجينة السينابون أحلى 100 مرة من اللي بتجربوها في أكبر محلات السينابون. معايا قطعة خميرة، خميرة بيرة. أنا بفضل دايما في المعجنات أستخدم الخميرة البيرة. أخدت حتة صغيرة حطيت عليها معلقتين كبار من السكر وبيضة وكوباية من الزبادي. مش قادرة اوصف لكم العجينة دي بتطلع عاملة ازاي. هنقلب كده بما اني شايلة الخميرة في الفريزر، فهسيبها بس 5 دقايق 10 دقايق تفك، مش تتخمر بس تفك بس. ومن الحاجات المهمة في السينابون ان احنا نشتغل على طول، ما نسيبش تتخمر. وبعدين ضفت ربع او تلت كوباية من الزيت، يعني زي ما تحبوا، ربع من ربع لتلت كوباية من الزيت. وبعدين هنضيف 3 كوبايات دقيق ونقلب. يعني هضيف الكوبايه التالتة دلوقتي، انا ضفت كوبايتين وهرجع اقلب، وبعدين هرجع اضيف الكوبايه التالتة واكمل تقليب او اكمل عجن بايدي بقى. ومعايا بقى ايه نص كوبايه كده، او آه يعني او الشويه اللي هزودهم بقى، فالشويه اللي هزودهم كمان هيطلعوا نص كوبايه. يبقى العجينه دي خدت ايه، خدت 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنضيف النص دلوقتي. معانا كوبايه من الزبادي، بيضه، معلقتين سكر، قطعه خميره، وتلات كوبايات ونص من الدقيق. تمام. شايفين العجينة بقت ناعمة ومرنة جدا جدا ازاي معايا؟ العجينة دي مطاطية وناعمة ومرنة. وادي كده نص الكوباية خدنا نصها بس، والنص التاني اتبقى هنرجعه لكيس الدقيق تاني. هنغطيها ونسيبها ترتاح مش تخمر، يا دوب انا جهزت الرخامة ورشتها رشة من الدقيق. كانت العجينة بتاعتي ارتاحت وبقت يعني عاملة زي حتة الصلصال كده في ايدي، مرنة جدا بتمط كده. تبقى سهلة بقى معايا وانا بفردها، يعني ما تاخدش دقايق بقى وثواني وانا بفردها. انتوا عارفين عبال ما تروحوا محل السينما وتطلبوه، والله نفس الوقت اللي هتاخدوه عبال ما تعملوها في البيت في ثواني بجد. من اسهل الوصفات ومن ألذها طبعا، لانها سكرها بيكون هادي نوعا ما. انا بستخدم كل حاجة طبيعية، فحطيت بقى سمنة بلدي مش زبدة. طبعا الزبدة تنفع، بس الزبدة اسعارها بقت مبالغ فيها جدا، والسمنة البلدي انا عامله لكم اكتر من فيديو ازاي نعملها في البيت بطريقة سهلة. فحطيت بقى دلوقتي سكر، حطيت 3 معالق سكر على 3 معالق قرفة، وهرشهم كده. انا بفضل كمية القرفة تبقى قوية جدا في السينابون. بحب ريحة القرفة وبحب طعمها، وبحب انها تبقى كتيرة لانه يعني السينابون معجنات، والمعجنات بقى بتكبر وبتخمر، فيعني مش هيبقى باين فيها لو حطينا رشة رقيقة كده. زي ما انتوا شايفين كده، لفيته على شكل رول وجيت على الاخر ورحت فرداه كده علشان يبقى الرول بتاعي متساوي. وقطعتهم كل واحدة بمقاس التانية، مقاس 4 صوابع من ايديا. عملوا لي 6 قطع. ال6 قطع بيبقوا برضو يدوب على مقاس الصينية البايركس. اهم حاجة نقفل السينابون من تحت. ليه بقى؟ علشان القرفة بالسكر اثناء التسوية والتخمير ما يوقعوش جوه الصينية، بيكرملوا طبعا لما بيقعوا، وبيبقوا يعني ايه، لما بيكرملوا بيبقوا بتيجي تطلعي السينابون بتلاقيه ملزق معاكي، مش بيطلع بسهولة وكمان والمنظر ده. فقفلت كل الوردات بتاعتي وحطاهم بطريقة متباعدة كده زي ما انتوا شايفين، لانه لسه هيخمر ويكبر وهياخد الحجم اللي بنشوفه بقى في المحلات. تمام كده. يبقى 3 كوبايات ونص دقيق طلعوا لي 6 قطع مظبوطين من السينابون. المرة دي بقى هسيبها تخمر بجد. سبتها حوالي ساعة، خمرت وتضاعفت ومنظرها بقى زي ما انتوا شايفين. دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة هادية وخرجتها من الفرن. حطيت عليها التوبينج بتاعي. بصراحة كان المفروض اسيبها تهدى شوية، يعني ما احطش التوبينج وهي بنار الفرن كده، كان المفروض اسيبها شوية تهدى.
ده حليب مكثف محلى، وده جناش شوكولاته. الحليب المكثف المحلى ده نص لتر عملناه في السينابون بتاع الجلاش، نص لتر من اللبن، معاه تمن معلقه صغيره من البيكربونات، وتلات ارباع كوبايه من السكر. والجناش ده مكعب شوكولاته خام دوبناه وخدنا عليه 4 أو 5 معالق من اللبن المكثف المحلى ده، بيطلع الجناش تحفه. زي ما انتم شايفين ده قوام الجناش لما بيكون السينابون بارد، لكن عشان السينابون كان سخن الصوصات نزلت ساحت عليه. بصوا العجينة طرية وناعمة وعاملة زي الجاتو، تحفة بجد، رائعة من أجمل مرات اللي عملت فيها السينابون. وبعدين بقى ايه، العجينة سهلة، بيض، لبن، بيض، زبادي، خميرة، سكر، ودقيق، واعجن اعجن اعجن. وبصوا انت المقادير هتطلع معاكوا ظبط. بس اهم حاجة حطوا 3 كوبايات الدقيق وابتدوا اعجنوا. خلي نص كوباية الدقيق في ايديكوا، حطوا منها بالتدريج لحد ما توصلوا لعجينة مطاطية ناعمة، مقفلة، ما بتلزقش، لانه عجينة السينابون ما بتلزقش، عشان لسه هنفردها على الرخامة. آه ده كان السينابون بتاعي بكل تفاصيله، طعمه حلو جدا. التوبينج شرحت لكم بعمله ازاي، صوص الشوكولاتة او جناش الشوكولاتة للي حابب شوكولاتة، و اللي هو اللبن المكثف المحلى اللي معمول في البيت ده. ممكن نضيف عليه كمان مكعبين جبنة مثلثات لو انتوا حابين التوبينج اللي هو بيبقى بالجبنة. وزي ما وريتكم في اول الفيديو قد ايه قوام العجينة هش جدا، ناعم جدا، طري. كمية القرفة الكتير اللي بنحطها للسينابون حاجة بتزود الطعم وبتزود النكهة. وبعدين بقى ايه، وصفة ما بتاخدش وقت بجد، افتح جهازها، احنا يدوب الوقت كله خدناه عبال ما خمرت. ولما بنعملها في الصيف ما بتاخدش وقت خالص بقى، لان التخمير بيكون سريع جدا. ونشتغل في السينابون على طول، لاني مش عايزة ريحة تخمير في المخبوز بتاعي او في السينابون بتاعي. انا عايزاه يكون طعمه حلويات اكتر، مش معجنات اكتر. تمام، فنعجن، نسيبها تستريح 5 دقايق، نفرد على طول. التخمير بيبقى مرة واحدة بس وقت ما بنحطها في الصينية، والصينية طبعا مدهونة بدهنة حلوة من السمنة او من الزبدة علشان ما يلزقش فيها. طالع قوامه طري جدا وناعم، وان شاء الله يعني هيعجبكم قوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. لو اول مرة بتشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، ما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان هيوصلكم اشعار من القناة بكل فيديو جديد هينزل عليها. جربوها قولوا لي رأيكم، عايزة اعرف رأيكم فيها. زي ما انتم شايفين ناعمة هشة جدا،